بداية لا بد من الوفاء في هذه الليلة، وهي ليلة الوفاء، أن نوفي من كان وراء فكرة هذه الأعمال حقيقة. في هذا المكان وفي هذا البهو رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز يحفظه الله معرض المخطوطات السعودية، وحضرت عدد من العائلات قدموا مكتباتهم الخاصة، وبما في ذلك أسرة ابن عيسى. ووجه حفظه الله من تلك اللحظة بأن تقوم الدار بالعمل على جمع مصادر تاريخ المملكة العربية السعودية، وشرعنا في ذلك. ولكن التحدي كان جمع هذا الإرث العظيم، وخاصة مع علمنا المحتفى به الليلة الشيخ إبراهيم بن عيسى رحمة الله عليه، الذي كان موسوعيا بحق. إن أردته شيخا في علم الشريعة ستجده كذلك، وإن أردته أديبا ستجده كذلك، وفي اللغة وفي التاريخ وفي الأنساب والتاريخ الاجتماعي. ولكن الذي دعم وأيد هذا العمل ودعمه بحقيقة في توجيه أي مصاعب تحل هو معالي الأخ العزيز الأستاذ خالد العيسى، الذي لا يعلم أنني سأذكره الليلة ولا يريد حقيقة، ولكنه سألني سؤالا: ماذا أعددتم لإبراهيم بن عيسى، وما هو المشروع الذي يمكن أن ينفذ، ونحن كأسرة مستعدون. فذكرت له أن المشروع بدأ من تلك الفكرة، ولكن الإشكال هو الوصول إلى المخطوطات المتناثرة في أكثر من مكان، فكان أي مشكلة نواجهها يعمل على حلها وإيصال الدار إليها. وكذلك أيضا اللجنة التي عملت على الإشراف العلمي: الدكتورة مي العيسى، الدكتور هشام السعيد، الدكتور أحمد البسام، الأستاذ يوسف المهنا. هؤلاء أيضا عملوا معنا من بداية المشروع لتوجيهه توجيها سليما. والصعوبة تكمن في كثرة الإرث العظيم الذي تركه هذا الشيخ العظيم، وكذلك أيضا في جمع المخطوطات التي تولتها فرق من الدارة، وكانت فعلا استطاعت أن تصل إلى مظانها في كل مكان. وأشرف على هذا الفريق الأخ أيمن حنيح شافاه الله وعافاه وأرجعه إلى بلاده معافى بإذن الله، وكان دائما يبحث في كل مكان ويبدأ يتقصى حقيقة في كل أمر. وكذلك أيضا زميلي الأستاذ تركي الشويعر الذي بفريقه التنفيذي والعلاقات والإعلام، واستطاعوا أن يهيئوا مثل هذا اللقاء ويتابعوا أيضا طباعة هذا السفر العظيم. حقيقة توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان في أعمال الدارة بأن تكون أعمالا موسوعية، وتتجه إلى الأعمال التي لا يستطيع الفرد أن يقوم بها، وأن تتجه إلى الأشياء التي لا بد أن يهتم بها. نحن لدينا أيضا مسار كبير جدا في هذا، والآن ولله الحمد أنهى الدكتور بشار معروف تحقيق الطبري في 20 مجلد، وإن شاء الله قريبا ستطبع. وأيضا تم التفاهم مع أسرة خالد الفرج الذين كتبوا في تاريخ المملكة، ولديهم أوراق لم ترى النور ولم تنشر، وأيضا ستكون إن شاء الله في أيضا مسارها. ولدينا كثير إن شاء الله بتوجيه من سمو الأمير فيصل للعناية بجميع مظان التاريخ السعودي. هذه الليلة لا تنسى، ولكن نصيحتي للطلاب والباحثين والمهتمين أن ينظروا إلى هذا السفر من جانبين: الجانب الأول المضمون الذي سيقودهم إلى كثير من المعلومات التي تفيدهم في كل فن، والجانب الثاني هو أن تكون أيضا موسوعيا، وأن تنشط أيضا مهام العمل الذي تقوم فيه، سواء في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية، ولا تكون حبيس تخصصك فقط. فهذه دعوة لأن نستفيد منها من هذا الشيخ العظيم الذي قدم لنا الأذن. شكرا سمو الأمير على رعايتكم لهذا الحفل واهتمامكم وعنايتكم، شكرا لكم على حضوركم هذه الليلة. شكرا.